انا خايفة قوي ومش عارفة اعمل ايه. جوزي واقف بره الأوضة وعمال يخبط جامد على الباب، وانا محبوسة جوه ومش عارفة اخرج ولا عارفة اتصرف. كنا قاعدين عادي بنتفرج على التلفزيون وفجأة لقيته اتعصب عليا جامد، وقام من مكانه وقعد يجري ورايا ووشه مليان شر. كان عايز يضربني وانا فلتت منه بالعافية. المشكلة ان عصبيته كل شوية بتزيد اكتر مع اني ما عملتش اي حاجة. انا خايفة منه قوي. انا حاسة انه هيكسر الباب. بعد شوية صوته هدى فجأة وكأنه مشي. بس مش هي دي الحقيقة. الحقيقة انه راح يدور على حاجة تساعده في انه يفتح الباب. وفعلا بعدها بثواني رجع وقعد يخبط على الباب بسكينة، ومراته جوه مرعوبة ومش معاها حتى موبايلها أو أي حاجة تقدر تساعدها. جوزها فضل مكمل تخبيط على الباب بالسكينة، وهي جوه هتموت من الرعب، حاسة انه خلاص كلها ثواني ويكسر الباب ويقدر يدخل الأوضة، ويا عالم هيعمل فيها ايه. وفجأة الصوت سكت تماما. هي افتكرت انه راح يشوف طريقة تانية يفتح بيها الباب، بس اللي خلاها تعرف انها غلطانة هو انه عدى 5 دقايق وبرضه جوزها مرجعش. قالت يمكن ساب البيت ونزل. راحت ناحية الباب وفتحته بهدوء وبطء، ملقتش حد. حست براحة شديدة، وبعد كده بالصدفة عينيها جت على صورة متعلقة على الحيطة. الصورة دي كانت صورة جوزها، وموجود فيها شريط اسود. لما شافت الصورة دي اتصدمت وافتكرت ان جوزها اصلا مات من 4 شهور. بس قبل ما يموت كان بيعاملها وحش جدا، وكان بيتعصب عليها كتير وبيضربها، وياما أذاها، وياما كانت بتهرب منه زي ما عملت كده من شوية. المشكلة بقى إن اللي كان بيعمله فيها ده خلاها مريضة وبقى عندها عقدة، جالها تعب نفسي. وعشان كده حتى بعد ما مات وارتاحت من اللي كان بيعمله فيها، بس هي لسه برضه بيجيلها تهيؤات وبتتخيله موجود وبتتخيله بيعمل كل حاجة كان بيعملها معاه قبل كده، مع ان الحقيقة هي ان كل ده مجرد وهم، وجوزها اصلا ما بقاش له اي وجود.